اهلا وسهلا مشاهدينا، مرحبا بكم في القناه ديالنا وديالكم. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا اللي صراحه كيستحق المشاهده، ولنا كل الفخر اننا عندنا حارس كبير مثل ياسين بونو. فكما شفتوا معنا في العنوان، باش ما نطولش عليكم في الهضره، نخليكم مع ردة فعل الاعلام السعودي وكذلك اشنو قالوا على التالق ديال ياسين بونو يوم امس في المباراه اللي جمعت الهلال السعودي امام مانشستر سيتي في كاس العالم للانديه، اللي خدا فيها ياسين بونو رجل المباراة، أفضل لاعب في المباراة، قدم واحد الأداء كبير. الإعلام هاد الصباح هذا كلشي كيدوي على التصديات ديال ياسين بونو والمستوى الكبير اللي بان به في مباراة يوم أمس. فالإخوان ديالنا باش ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو نكتشفوه كاملين ونتلاقاو في النهاية ديالو إن شاء الله. نجم المباراة ياسين بونو. والله كلمة وجه البونو، كلمة وجه البونو والله وش حاب تقول له على هالاداء الاسطوري؟ وجيك على لاجلك يا بونو، والله كان حلو بالذات قاعد تمحرس على القده والقده الهداف، كان هدفه شيك. قالوني انا انتفيت، بعدين ترديت، بعدين قالوني هف بنحب نقدم لك كل الشكر من كل استراحة. يستاهل البونو، يستاهل. قدنا هدف لكن قدنا في المرات القاية كان حبك رجوخ، كان هدف موشوك لكن قدنا. اي والله شكرا، بنحبك بزاف. قرع على الهداف. بس الله يطول بعمرك. شكرا يا بونو، شكرا. نحبك بزاف. كان والله خلاص نحبك بزاف. بونو حارس طبعا المغرب اللي ظهر بصوره قويه. اول كره اخذ ثقه فيها، اعطى ثقه لكل لعيبته انه انتم اعملوا اللي بدكم اياه هون وهيني موجود، واتركوا المرمى لإلي. يعني اوكي انا رحت علي الجيم، بس كثير كنت حريصه بانه لازم ارجع اشوفها، خاصه انه اولاد اختي مهووسين بالرياضه، فانه لازم يلبسوا حتى نفس رقم التيشيرت تبعي. ايش رقم هيك بدنا ناخذ الرقم. حلو. فحلو الاسلوب الرياضي. بنفس الوقت لما روحت يا خالته ما شفت الجيم، ما شفت الحارس خالته. فالحديث عن الحارس شدني انه لازم اشوف الحارس ايش عمل. ياسين بونو راهو فما ديتاي في توا الناس مش عارفتها. تعرف شكون ما يدرب فيه توا؟ الحارس المدرب اللي كان معاه في جيرونا في اسبانيا. دونك الحارس هذا خذا خبره كبيره ياس دايورك، تحسه ما عندوش حتى ما عنده حتى كومبلكس. خذا احسن حارس وخذا احسن حارس. الحقيقه توا عادل وانه بونو توا 50% لانه الحارس اللي يبقى 3 ماتشات كلين شيت. صحيح ياسين بونو راهو توا في بالي اخر، وراهو مش كوب دي موند هذا وراتنا النيفو تاع ياسين بونو. كي تقول ميور جارديان 2020 في الليغا قدام كورتوا وقدام شتيغن وقدام معناتها حراس من اعلى طراز، معناتها ياسين بونو فالور سور. لكن شوف لي زاري ديسيزيف اللي عملهم، معناتها خلى ليكيب نتاعو في اللعبه وزيد في اللي تيرو بيوت، معناتها كان حاسم، كان معناتها فما انتيليجونس. اليوم لي تيرو بوت ما عادش فيها برشا كالحظ ولغه باش نختاركوها. اليوم لي تيرو بوت فاهم الفيزيوناج، فاهم الانتيليجونس، اي سورتو باش نعاود نرجع على لي تيرو بيوت تاع ياسين بونو. معناها شفنا معناتها تصديات تاع حراس على مستوى عالي، سواء في البيلانتي سواء في الكرات من بعيد سواء. وعلى ذاك عبد المجيد حكينا اكثر من مره على حراس المرمى ومركز حراسه المرمى وضروره ايجاد حلول لحراسه المرمى في تونس، ولما لا بعض مراكز لتكوين حراس المرمى. يعني اليوم اذا نحكيو على فهمت على المستقبل والتكوين، لابد انه من تو نبداو نخموا، ولو انه المفروض كنا وديما مقصين في حقهم. لكن اليوم الحارس بونو مثال لازم توقفوا عليه، ما لازمش مرور الكرام مهما كانت الوضعيه. اليوم المغرب شارك ب7 مقابلات، اليوم عادل الاقصى المطلوب في مشاركه في كاس العالم. اليوم ياسين بونو يعادل الرقم 1 مطروح على طاوله البايرن لتعويض ناير. ياسين بونو عادل، ياسين بونو هز قلت الكلام اللي قلته انت صحيح ومهم على الاخر. سي فري الميريت على الملاعبيه والستاف، اما كي ترجع الماتشوات ترجع لباراد هو هز صحابه. اداؤه كان رائع جدا. حراسه المرمى عادل توا في التقارير الاخرانيه على يقارنوا في مونديال ايش الجارديان ولا عنده دور في الكونستركسيون جو من التالي، معناها قداش يمس من كوره. والجارديان بيت عادل فما الموهبه صحيح، اما راهي صناعه واحنا بعد برشا على الوحده. تشوف انت التايم تاع الحراس، احنا الحارس الوحيد في تونس اللي كان ينجم يكون جارديان كيما بونو كيما هو فاروق بن مصطفى.
مشى للسعوديه، كان في البطوله الوطنيه مردود متوسط واقل من المتوسط، مشى للسعوديه خاطر فما خدمه في السعوديه، خذا 2 سيزون سكسيسيف، خذا ميور جارديان. احنا هنا هذه مره قلت تغشوا عليا الزملاء اللي رانيو في الحراس، عندنا مشكله كبيره في حراسه المرمى في تونس، في النوادي وفي المنتخبات. الدراسه الاخرانيه نتاع كاس العالم بالنسبه للحراس، وقت الفريق يلعب دفاع ميديان تقدم 4 متر على 2018، الحارس ولا متقدم 4 متر مقارنه 2018. كي يلعب بلوك با الحارس ربح متر، معناها تقريبا جاوا يقارنوا فيهم يلقاو الحراس معناتها باش نتوافق مع كلام في الكونستركسيون دو جو، تقريبا الحارس لازم يعرف يلعب على اليمين على اليسار، وخاصه يكسر ليلين حتى ساعه يعطي باس. وشفنا نحن سورتو على ياسين بونو معناها لا باش شو معناها الحارس كيفاش ربح 4 متر ولا متقدم. وكي تلعب بلوك با كان قبل يلعب متاخر شوي ولا يلعب ميترو على البلوك با، معناها الحارس ولا لو 11 جوور ما عادش 10 جوور بلس ان كارديان ولا 11 جوور دو شو. وحتى في لي سيستيم دو جو، حتى في معناتها قبل كنا نقولوا 4 3 3 4 2 3 1، توا ولات له 1 4 1 4 1 ولا الحارس موجود في السيستيم دو جو. وقت اللي يصل في الكونستركسيون ولاو حتى كي يخدموا مع الجارديان بوت ويقفوا بحذا لي دو زاكسيون. وقت اللي مشي بيريسي لونترونور علاش يمكن صارت حتى مشكله فيها بين اونانا وسونغ، هذايا راه في المنتخب الكاميروني كانت فما مشكله على الكونستركسيون. ولات كي يحسب وقت يخدم لونترونور في لي سيتواسيون في لي زونتريمون ديما يحسب على السوبيريوريتي نوميريك، التفوق العددي. يحسب الحارس وقت اللي يقول لك انا عندي في السيرفاس الحارس معاه لي دو زاكسيون يجي معاهم البيفو سنتينيل، واللي عندي عباره 4 كونتر 2 ولا 4 كونتر 3، معناتها الحارس ولا محسوب مع لي جوور دو شون في التفوق العددي في صنع اللعب. وانتم معناتها تبارك الله 3 مورنين من قدامنا، معناها تقريبا وانت ممرر زاد. انا كنت سابق ممرر على القدير. توا الحارس نتاعكم معناها قدير، سامحني كيفاش قدير؟ مدرب قديم تبارك الله وعنده اكسبيريونس. كله سابق ساعه ما قدوش قديم، خاطر عبد المجيد اول كان قديم. لا مش قديم، لا مدرب السابق. لا ننصح فيهم معناها هما تو في الكونسيبسيون نتاعهم تاع لي زونتريمون، الحارس ولا ان جور دو شون بيان سور، معناتها تتبدل رؤيه الحارس، ما عادش هذاك الحارس اللي يشد الكون ويقعد يتانا برك، لازم حتى في الجو رودوي يدخل يلعب. دونك موجود هذا ما كاليتي. بيب جوارديولا نحى جارديان اسمه يا ربي، نحى جارديان لعب 3 ماتشات قضيه بعديك نحاه على خاطر ما يعرفش يلعب سقيه، وعوضوا بحارس اللي هو ديالنا. كنكونوا وصلنا النهايه ديال الفيديو. الا عجبكم الفيديو خليو معكم واحد لايك، كومونتير اسفل التعليقات، وما تنساوش كذلك تفعلوا زر الاشتراك وزر الجرس باش توصلوا دائما بكل جديد. فكما شفتوا معنا كلام كبير من عند الاعلام السعودي اللي علق على مباراه يوم امس امام يعني الهلال السعودي امام مانشستر سيتي، اللي بان فيها المغربي ياسين بونو حارس المرمى اللي قدم واحد الاداء كبير يعني، وكان هو السبب الرئيسي في ان الهلال تفوز على مانشستر سيتي وتألق للدور القادم. ف كل توفيق لياسين بونو، كذلك كل توفيق للاعبين المغاربه اللي مشاركين في هذه الكومبيتيسيون هذه او هذه البطوله هذه ديال كاس العالم للانديه المقيمه بامريكا. فباقي يعني العديد من اللعابه المغاربه اللي منهم ازنو، حكيمي، يعني كذلك ياسين بونو. فكل التوفيق لهاد اللاعبين، وكنتمناو ان شي واحد فيهم يتوج باللقب ديال كاس العالم للانديه. كذلك ما نساوش براين دياز اللي يعني كيلعب مع فريق ريال مدريد. فهادشي اللي كان الاخوان ديالنا، كنكونوا وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كلشي واضح كلشي باين. لا عجبكم الفيديو خليو لايك وكومونتير اسفل التعليقات، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.